السلام عليكم ورحمة الله. حبايبي شطار أبطال سنة رابعة، أهلا بكم يا شطار. هنحل النهاردة إن شاء الله في الفيديو بتاعنا تقييم الأسبوع التاسع. هنبدأ مع بعض كده. صفحة كام يا مس في كتاب التقييمات؟ صفحة 36. بيقول لي أول حاجة 3 في 8 بيساوي 3، 3 في 8 بيساوي 8 في 3، ودي اسمها خاصية الإبدال. تمام. 2 في 5 في 7 بيساوي 2 في 5 في 7، ادي 2 ادي 2 ادي 7 ادي 7، يبقى الناقص الخمسة، ودي اسمها خاصية ايه يا شباب؟ الدمج. طيب اجيب عن الاسئلة التالية. اوجد ناتج ما يلي 23 في صفر بصفر، اي عدد اتضرب في صفر بصفر باستخدام خاصية الابدال والدمج. اوجد ناتج 7 في 4 في 5، عايزين نستخدم خاصية ابدال والدمج. طيب سهل قوي، انا ممكن اقول له ايه 7 في 4 في 5، هنا هستخدم دمج اهو، واقول له بيساوي 7 زي ما هي في 4 في 5 ب20. هضرب ال7 في 20، انا هحط الصفر واقول له 2 في 7 ب14، يطلع الناتج 140. رقم 3 باستخدام تحليل مضاعفات العدد 10 و100 و1000 وخاصية الدمج في عملية الضرب لحل مسائل الضرب التالية. خلاص، أول حاجة 5 في 20، 5 في 20 أنا هحط الصفر والاتنين في 5 بإيه؟ ب10، يبقى 100. خلاص. طيب هنا 3 في 600 أنا هحط الصفرين، والتلاتة في 6 ب18. هنا 2 في 4000 أنا هحط التلات أصفار والاتنين في 4 ب8. طيب هو ممكن نحلها برضو بطريقة عشان نستخدم فيها تحليل مضاعفات العدد 10 و100 و1000 ده، وكمان معاه خاصية الدمج. ازاي بقى؟ بصوا بقى معايا. هقول له 5 في 20 بيساوي 5 في 20، ده هي عبارة عن 2 في 10. حلو حلو. هرجع اخد الخمسة مع الاتنين مع بعض في بخاصية الدمج، يبقى الخمسة في 2 بكام؟ ب10، 10 في 10 بكام؟ ب100. يبقى انا كده استخدمت خاصية تحليل مضاعفات العدد 10 و100 و1000، وكمان استخدمت خاصية الدمج. بنفس الكلام في العددين 3 في 600، هقول له 3 في 600 بيساوي 3 في 600، ده عبارة عن 6 في 100. هقول التلاتة في 6 دول مع بعض كده، 3 في 6 بكام؟ ب18. هضربهم في 100، هحط الصفرين والواحد في 18 ب18 ب1800. بنفس الطريقة الاتنين في 4000 اهي، هقول له 2 في 4 في 1000، وبعدين اقول له 2 في 4 بكام؟ ب8. نفصل بس كده، 8 في 1000 بيساوي 8000. تمام كده. طيب مجموع او النموذج باء، اختر الاجابه الصحيحه فيما يلي. 5 في 7 بيساوي 7 في 5، خاصيه ابدال. 4 في 5 في 3 بيساوي 4، ادي 4 ادي 4 ادي 3 ادي 3، اللي ناقص الخمسة، خاصيه دمج. اوجد ناتج ما ياتي 1 في 245 ب 245 باستخدام خاصية الدمج. أوجد ناتج، هقول له 5 في 4 في 6، هقول له بيساوي 6 في 5 في 4 بكام؟ ب20. هحط الصفر والاتنين في 6 بكام؟ ب12، يبقى 120. رقم 3 استخدم تحليل مضاعفات العدد 10 و100 و1000 وخاصية الدمج في عملية الضرب لحل المسائل التالية. نفس الفكرة اللي احنا عملناها فوق. 7 في 30 هتبقى 7 في 3 في 10، اقول له بيساوي 3 في 7 بكام؟ ب21. 21 في 10 هحط الصفر والواحد في 21 ب21. 5 في 600 يعني 5 في 6 في 100، وبعدين اقول له الخمسة في 6، الخمسة في 6 بكام؟ ب30. 30 في 100 ب3000. نفس الفكرة هنا، هقول له 4 في 7000 هتبقى 7 في 1000،
وبعدين الأربعة في 7 مع بعض في قوس واحد عشان يبقى دمج. الأربعة في 7 بكام؟ ب28. 28 في 1000، بحط التلات اصفار والواحد في 28 ب28. 28,000. جميل أوي وسهل أوي ايه التقييم ده يا ولاد. 4 في 9 بيساوي 9 في 4. ده ايه؟ إبدال. هنا أدا الأربعة، أدا الأربعة، أدا الستة، أدا الستة، يبقى ناقصني الاتنين. ده ايه؟ دمج. اسمها خاصية الإبدال وخاصية الدمج. ثانيا، أجب عن الأسئلة التالية أوجد ناتج ما يأتي. دي خاصية الضرب في صفر، أي عدد بضربه في صفر بصفر. استخدام خاصية الدمج أوجد ناتج. هنا هقول له الاتنين في 15 أهو دمجتهم مع بعض. ليه؟ لأن الاتنين في 15 هقول له 6 في 2 في 15 بكام يا شطار؟ ب30 يا مس. هنحط الصفر والتلاتة في 6 بكام؟ ب18، يبقى 180. استخدم تحليل مضاعفات الأعداد 10 و100 و1000 وخاصية الدمج في عملية الضرب لحل المسائل الآتية. نفس الفكرة ونفس الطريقة. 3 في 20 هتبقى 3 في 20 دي 2 في 10. هقول له 2 في 3 ب6، 6 في 10 ب60. 5 في 300 هيبقى 5 في 3 في 100. وادمج التلاتة مع الخمسة، 3 في 5 ب15. 15 في 100 بيساوي، احط الصفرين والواحد في 15 ب15. نفس الفكرة هنا برضو هقول له 7 في 2 في 1000، يعني ال2000 دي هخليها 2 في 1000 وبعدين اقول له 2 في 7 ب14. 14 في 1000 بيساوي 14000. تمام؟ سهل قوي 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 التقييم ده. لايك للفيديو، اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان نكمل مع بعض كل المراجعات والأداءات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.